السلام عليكم. طريقة الخبز بكل تفاصيله: ملعقة سكر وملعقة خميرة ونص كوب ماء دافي. اوكي، هاي الطريقة ضرورية حتى نتأكد اذا نوع الخميرة زين ومضبوط. نغطيهم ونتركهم حتى يتفاعلون لمدة 10 دقائق. هذا نوع الطحين اللي استعملته اني. وراح اضيف هسه 4 أكواب طحين. هنا ملح عندي وملعقتين زبادي. هذا عندي نص كوب اللي خليتهم يختمرون مع الخميرة، وهنا كوب ماء. بقيت هالجن بيهم كل زين. العجينة لازم تكون لينة وخمرها لمدة ساعة. هسه عندي اختمرت العجينة. هسه راح ابدي اني اشكلهم على شكل دوائر او اشنقهم نسميه بالعراقي. راح استعمل الزيت مثل ما تشوفون، دا ادهن ايدي بالزيت. وهسه راح ابدي اشكلهم على دوائر او اشنقهم. هذه الطريقة مهمة، استعمال الزيت مهم على مود ما تلصق الخبزة بالفرن. هاي هنا غطيتهم حتى ما يعبسون. راح ابدي شوف هسه الاطراف عندي فتحتهم حتى الخبزة يعني من الاطراف ما تصير كلش ثخينة، وبديت افتح بيها بهذا الشكل لحد ما سويتها كبيرة. خليتها على المخدة او المخبزة، وهنا خليتها على صينية الفرن. الفرن لازم يكون حار، اعلى درجة حرارة عندكم الفرن لازم يكون، والصينية تبقى داخل الفرن، فقط تطلعوها تخلون عليها الخبزة. مثل ما شبه الخبزة الثانية. هذا الخبز ما شاء الله تبارك الرحمن.